هاد الوصفة اللي جبت لكم اليوم كتصلح للربو والفقر الدم، وحتى للناس اللي كيبغيو يزيدوا في العضلات ديالهم وكيبغيو يرفعوا المناعة. والسيدة اللي عطاتها ليا قالت لي راه حسن مليون الف مرة من اللحسة اللي دايرة ضجة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الوصفة طلبتها مني واحد الأخت، واحد التعليق قالت لي بغات وصفة للرب. المهم هاد الوصفة هادي معروفة، كنت انا كنشوف الام ديالي كديرها، ما كنزعمش ندير شي وصفة في قناتي الا ما كنت متأكدة منها انها ما فيهاش ضرر. غير الام ديالي ما كانتش كدير الدباغ والبسباس. ملي كيكون عندك شي حد في العائلة وكتشوفيه كيدير ديك الوصفة وكتشوفي واحد اخر دارها، يعني ما كيبقاش عندك خوف انك تقاسميها مع الناس. هاد الوصفة كيف قالت لي الاخت اللي دايرها لولدها وللزوج ديالها، الابن ديالها اللي باقي شاب كان كيعاني من فقر الدم وكيعاني كذلك من البنية ديال الجسم ديالو، وكذلك المناعة قليلة لأنه كيمرض بزاف وعنده الربو. فقالت لي الحمد لله ملي تبعت لولدي هاد الوصفة، وحتى الأب ديالو عنده الربو حتى هو، الحمد لله نقاو عليها راحتهم. والابن ديالي قالت لي عاودت ليه التحليلة ما بقاش عنده فقر الدم، تقاد ليه، وكذلك كيدير الرياضه ونفعاتو بزاف مع كيدير الرياضه في العضلات ديالو في الجسم. وكدات لي انها اسهل وافضل من هذيك اللحسه. المهم هادشي اللي كاين اللي جا على لسان هاد السيده اللي من عائلتي. وفعلا هاد الوصفه انا مؤخرا كنعجز مثلا كنبغي نديرها للام ديالي، كنطحن ليها غير الحلبه والحمص والفول ندير ليها معاهم العسل، وسبحان الله العظيم كتخف بزاف من ديك الازمه ديال الطرب، ولا جاتها كتجيها سهله ما كتجيهاش صعيبه. نتمنى الاخت اللي طلبت الوصفه تشوفها. ودابا غادي نذكر لكم نعاود المقادير ونهضر لكم على الطريقه لان الطريقه مهمه تعرفوها. فيها المهم ربعه ديال العدس بلدي، داك العدس اللي كيكون احمر، وربعه ديال الحلبه، وربعه الحمص، ربعه الفول. الحمص هذاك اللي كنستعملو للحريره اللي كيكون يابس، واحد 50 غرام ديال عشبه الدباغ. ما تخافوش من الدباغ اللي تسمعوها كاين اللي غتجي غريبه، لا الدباغ كيتستعمل في الالتهابات وفي التقرحات، وكيستعملوه حتى الناس اللي كيكون عندهم تقرحات في القولون. وكاين 100 غرام ديال البسباس اللي حتى هو زوين للهضم وكيحيد الانتفاخات. يعني الحلبه والعدس وهذا كنعرفهم كينفخوا، فكنديروا معاهم هذاك البسباس 100 غرام. كاينه كذلك 4 ديال البيض بلدي، ولكن يقدر يدخل لكم اكثر ويقدر يدخل اقل. وكاين كذلك نص كيلو د العسل، حتى هو يقدر يدخل اقل او لا اكثر على حسب الكوريات اللي غنشكلوا. غادي نطحنوا المقادير كلهم، وغادي نجيبوا واحد الطبسيل كبير، غادي نخويو هذوك المقادير اللي طحنا، وغنجيبوا البيض. غنبداو نحلو غير بيضه ببيضه، وحده بوحده. غتكبي البيضه الاولى وغتبداي تكسكسي بيديك بحال الا كتلبسي مثلا اولا كتبسبسي كي كنقولها في الحلويات، دخلي مثلا الدهون في النواشف بحال هكا. كتخوي البيضه الاولى كتدخليها في هذا الشيء اللي طحنتي، وتزيدي البيضه الثانيه والثالثه. المهم المقادير ما خصش البيض يجريهم يكون مطلوق، لا غير نلبسوا هاد المقادير كلهم. وان شاء الله الا تحت لي الفرصه نقدر نديرها لكم نهار اللي بغيت نديرها للام ديالي، نقدر نصورها. بعد ما كيتلبسوا لينا داك المقادير بالبيض، كنديروه في واحد الطبسيل كبير، وكنغطيه بواحد المنديل وكنحطوه في الظل. انا كنت كنشوف الام ديالي كتنشفو في الظل. دابا كاين الحل اللي ساهل باش ما يقيس لينا هادشي لا غبار لا والو. غنسخنوا الفران ونطفيوه وندخلوا ليه الطبسيل ديالنا حتى غيجف. هاد المقادير راه دغيا كيجفوا، راه غير البيض بيلصق على هاد النواشف. كنخرجوه بعد ما كينشف لينا كيجف. كنطحنوا هاد المقادير هادو وكنخلطوهم بالعسل، كنشكلوا منه كريات. الكريات اللي غنتناولوا الا كان انسان كبير عطيه القياس ديال حبه المشمش، او لا بحال القياس ديال صفر البيض ملي كنسلقوه. حبه كتكون كبيره متوسطه، ولا بغينا نعطوها لشي دري صغير كنديروا النص ديال هاد الكريه، يعني نديروا كريه اصغر. ودائما كناخذوها بالليل، كتعطي هذيك الكريه بالليل قبل ما كينعس.
كنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان وما نكونش كثرت عليكم الهضره. كنتمنى الاخت تشوف هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله، والى فيديو قادم باذن الله.